هحتاج لقشور الرمان. وقشور الرمان بتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط، وبترطب البشرة وبتمنع جفافها خاصة في فصل الشتاء، وبتعالج الجروح وبتحمي من آثار حروق الشمس، وبتفتح البشرة وبتقضي على حب الشباب وبتزيل خلايا الجلد الميت. وبما اني بقى هستخدم قشور الرمان، فانا في الاول بجيب الرمان قبل ما بقشره، وبنقعه بقى في كمية من المية، بضيف عليها معلقة صغيرة من الخل، وبسيبه بقى كده منقوع من 5 ل10 دقايق. وبعد كده بغسله كويس واجففه تماما، وبعدين بقشره بالشكل ده. وبكده بتأكد من نظافة القشور وخلوها تماما من أي جراثيم أو بكتيريا. عمل الوصفة هحتاج لقشور حبة من الرمان، والكمية بقى بتكون حسب رغبتك. بعد بقى ما بكون غسلت الرمان كويس جدا وجففته تماما من المية وقشرته بقى بالشكل ده، باخد بقى القشور وبفردها في طبق كده، وبحطها بقى في مكان يكون جيد التهوية لغاية ما تجف تماما. يفضل يعني انت تحطها في مكان يكون قريب من الشمس أو الهواء، مثلا في المطبخ أو في أي مكان يعني، أو أي شباك يكون قريب من الشمس والهواء. وتسيبها بقى تاخد وقتها لغاية ما تجف تماما. ممكن بقى تاخد 3 أيام أو حتى لغاية أسبوع و10 أيام. المهم ان انت تسيبها لغاية ما تاخد وقتها تماما لغاية ما تجف، وبعد كده نشوف شكلها. وطبعا طريقة تجفيف القشور في التهوية الطبيعية ده هيكون أفضل بكتير من إن أنا أحطها في الفرن أو أعرضها لحرارة الفرن. حتى لو خدت مدة أطول بس هتكون محتفظة بكل فوائدها. فالأفضل يعني إن أنا أسيبها لغاية ما تجف تماما في التهوية الطبيعية. هسيبها بقى لغاية ما تجف وبعد كده نكمل ونشوف شكلها. ده بيكون بقى شكل قشور الرمان بعد ما سبتها أخدت وقتها وجفت تماما. شايفين بقى شكلها؟ جافة تماما أهي، مفيهاش أي رطوبة أو مندية. لازم تسيبها لغاية ما تجف بالشكل ده. شايفين نتيجتها حلوة جدا، كمان احنا كده جففناها بطريقة صحيحة فهتكون محتفظة بكل فوائدها. دلوقتي بقى بعد ما جففت قشور الرمان، انا عايزه بقى احولها لبودره ناعمه. فانا دلوقتي بقى احطها في الكبه، او تقدري بقى تحطيها في مطحنه التوابل، اي حاجه تكون متوفره عندك. المهم ان انت تطحنيها كويس جدا لغايه ما تتحول لبودره ناعمه. وكل ما كانت جافه تماما وتجففيها كويس جدا، كل برضو ما هتطحن معاكي بسرعه وتديكي نتيجه هايله وتبقى ناعمه وما فيهاش اي حبيبات خشنه. شفت بقى كده خلاص قشور الرمان المجفف في مطحنه التوابل، واطحنها بقى لمده كافيه لغايه ما تنعم كويس جدا وتبقى بودره ناعمه. ده بيكون بقى شكل قشور الرمان المجفف بعد ما طحنتها لغايه ما بقت بودره ناعمه بالشكل ده. عشان اتاكد بقى كمان ان البودره بقت ناعمه وما يكونش فيها اي بواقي خشنه، فانا حطيتها بقى دلوقتي في مصفى سلك تكون ضيقه، وهبتدي بقى انخلها. هنخلها بقى كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. ده بيكون بقى شكل كل كميه البودره بعد ما انا خلتها. شايفين بقت ناعمه ازاي؟ ما فيهاش اي حاجه خشنه. كمان نتيجتها هايله، بتكون محتفظه بلونها وريحتها وكل فوائدها، لان احنا طبعا جففناها كمان بطريقه صحيحه جدا. هجيب بقى دلوقتي برطمان من الازاز انا غسلته كويس جدا ونشفته. ويفضل كمان انه يكون معقم. بتحطيه بقى في كميه من الماء المغليه تغطيه من كل الجهات، وبعد كده بترفعيه على فوطه وتسيبيه لغايه ما يجف تماما. ولازم يكون جاف وما يكونش فيه ولا نقطه من الميه. هجيب بقى دلوقتي البرطمان بعد ما عقمته وهضيف فيه 3 معالق كبيره من بودره قشور الرمان. هحتاج لمقدار تلت كوبايه من الزيت، وانا هنا هستخدم زيت اللوز الحلو. هضيف بقى دلوقتي على البودره في البرطمان مقدار تلت كوبايه من الزيت، وانا هنا هستخدم زيت اللوز الحلو. وزي ما قلت اي زيت يكون متوفر عندك تقدري تستخدميه. بقى كده اضيفه بسم الله. هاجيب بقى كده معلقه وهبتدي بس بخلط المكونات مع بعض. مجرد بس ما البودره بتندمج كويس جدا مع الزيت. بعد بقى ما خلطت كده المكونات كويس مع بعض، هغطي بقى دلوقتي البرطمان. وهحط بقى دلوقتي البرطمان ده في حمام ميه سخنه. حمام الميه السخنه بقى بيكون عباره عن طبق، يفضل ان هو يكون عميق. وبحط بقى فيه كميه كافيه من الميه المغليه. وبحط بقى فيه البرطمان اللي فيه المكونات بالشكل ده. وبسيب بقى البرطمان كده في الميه المغليه دي لغايه ما تبرد تماما. ولما تبرد برفع البرطمان وبرفع الميه مره تانية على النار لغايه ما تغلي، وبعد كده احط فيها البرطمان تاني واسيبه لغايه برضو ما الميه تبرد تماما. بكرر بقى الطريقه دي 3 مرات. يعني بعمل حمام ميه سخنه للبرطمان 3 مرات. في كل مره بغلي الميه واسيبها لغايه ما تبرد تماما والبرطمان جواه. بالطريقه دي بقى، وبعد ما بتعملي حمام الميه السخنه 3 مرات، هتلاحظي بقى ان كل المكونات اللي جوه البرطمان بقت دافيه. وبالتالي بقى بفعل الحراره دي هتنزل كل فوائدها في الزيت. كل فوائد القشور دي بتنزل بطريقه طبيعيه في الزيت من غير ما نعرضها للنار مباشر. يعني هيكون برضو محتفظ بكل فوائد قشور الرمان بطريقه طبيعيه، وهتكون فعاله جدا ومحتفظه بكل فوائدها. رفعت بقى دلوقتي البرطمان من حمام الميه السخنه وبجففه بقى كويس جدا. وبعد كده بقى بغطيه بفوطه او ممكن تغطيه بورق فويل. المهم ان انت تغطيه تماما ما يكونش فيه ولا جزء معرض للضوء. غطيت بقى كده البرطمان وهحطه بقى في اي مكان في المطبخ، في اي درج يعني. المهم ان هو يكون مكان مظلم او معتم، ما يوصلش ليه اي ضوء.
وهاسيبه بقى بالشكل ده لمدة أسبوع، وممكن حتى تقدري تسيبيه لغاية شهر، يعني من أسبوع لغاية شهر، وكل ما هتسيبيه لمدة أطول كل ما هيديكي نتيجة أفضل كمان. بس بتراعي بقى إن خلال مدة التخزين دي إن انت كل يومين أو 3 أيام ترجي البرطمان كويس جدا، أو ممكن تفتحيه وتقلبيه بمعلقة تكون جافة تماما، مجرد بس إن انت بتخلطي المكونات مع بعض وبعد كده بتغطيه وتحفظيه تاني. الطريقة دي بتساعد إن كل المكونات دي تندمج بشكل أفضل، وكمان تنزل فوائدها بشكل أسرع كمان. وده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما سبته لأطول فترة ممكنة. شايفين بقى لون الزيت اتغير ازاي واخد نفس لون قشور الرمان، وبالتأكيد كمان اخد نفس فوائدها. بعد بقى ما بفتح البرطمان بجيب معلقة تكون جافة تماما وبقلب بس المكونات كده عشان تندمج مع بعض قبل ما اصفيها. هصفي بقى دلوقتي الزيت باستخدام مصفى سلك تكون ضيقة، والافضل بقى لو استخدمت قطعة من القماش او الشاش عشان الزيت يبقى رايق جدا ما يكونش فيه اي بواقي من بودرة قشور الرمان، وتعصريها بقى كويس جدا عشان تستخلصي كل كمية الزيت. صفيت بقى كده خلاص كل كمية زيت الرمان، والبواقي اللي انا صفيتها من القشور دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنية جدا بالفوائد وبزيت الرمان. بتضيفي بقى عليها معلقة صغيرة من السكر او الحليب المجفف، وتخلطيها بقى كويس وتفركي بيها الوجه وكامل الجسم. بتكون مفتح ومرطب ومورد هايل. وده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما صفيته. شايفين نتيجته هايلة، كمان لونه حلو جدا. بكده خلاص زيت الرمان بيكون جاهز. بجيب بقى علبة نضيفة، يفضل انها تكون من الازاز، ويفضل كمان ان يكون لونها غامق او معتم، وبعقمها برضو بنفس الطريقة. لازم تكون جافة تماما ما يكونش فيها ولا نقطة من الماء عشان الزيت ما يفسدش. بضيف بقى فيها كده الزيت، وبقفل بقى عليها العلبة وبحتفظ بيه عادي خارج التلاجة. هيكون صالح للاستخدام من 3 شهور لغاية 6 شهور. ولو عملتي بقى منه كمية كبيرة يفضل ان انت تحتفظي بيها في التلاجة، هتكون صالحة للاستخدام لمدة سنة وممكن اكتر كمان. وحتى لو عايزة تزودي من مدة صلاحيته الافضل يعني ان انت تحطيه في التلاجة. وبكده هنكون بمكون كلنا بنرميه وهو قشور الرمان. ده بيكون كنز رباني غني جدا بالفوائد لصحة البشرة وكمان الشعر. عملنا منه زيت هيكون كنز من الفوائد. عملناه بطريقة صحيحة جدا هيكون محتفظ بكل فوائد قشور الرمان. بالنسبة بقى للبشرة، فالزيت ده بيكون مرطب طبيعي هايل جدا للبشرة، فبيمنحها نضارة ورطوبة، وبيزيل خلايا الجلد الميت، وبيحمي من أشعة الشمس الضارة. كمان بيعزز صحة البشرة وبيعالج التجاعيد وعلامات تقدم السن، فبيقلل جدا من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. ومن أهم مميزاته بقى إنه بيبيض البشرة جدا وبيفتحها، وبيحارب حب الشباب. طريقة استخدام زيت الرمان للبشرة: أبسط طريقة ممكن تستخدمي بيها الزيت ده على البشرة وتستفيدي بيها كويس جدا هيكون بالليل قبل النوم. هتغسلي بقى بشرتك كويس وتجففيها، وبعد كده هتاخدي نقط بسيطة من الزيت ده وتبتدي بقى تفرديها على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الإيدين، وهتركزي على أماكن التجاعيد والخطوط الرفيعة. هتدلكيها بقى بأطراف أصابع إيديكي لمدة دقيقة ودقيقتين، وبعد كده هتسيبي بقى الزيت على البشرة من بالليل لغاية الصبح. والصبح بقى تغسلي بشرتك في الأول بالمية الدافية وبعدها بالمية الباردة، وبعدها ترشيها بماء الورد. هتداومي على استخدام الزيت بنفس الطريقة دي للبشرة كده من 3 ل4 مرات في الأسبوع، ولو حابة تستخدميه بشكل يومي برضه هيكون عادي جدا وكمان هيكون فعال. كمان بقى لما هتداومي على استخدام الزيت ده، فوق ان هو بيبيض البشرة وبيكون مضاد للتجاعيد، هو كمان بيورد البشرة بلون وردي طبيعي جدا، لون خفيف طبيعي كده بيكون حلو جدا، فبيدي نضارة ومظهر صحي جدا للبشرة. بالنسبة بقى لفوائد زيت الرمان للشعر، فهو بيعالج تساقط الشعر وبيحفز نموه، كمان بيعالج القشرة وبيكثف الشعر وبيقويه، وبيغذي بصيلات الشعر، وبيكون فعال جدا في علاج شيب الشعر او الشعر الابيض. من اروع الحاجات اللي ممكن تعالجي بيها الشعر الابيض او الشيب هيكون زيت الرمان. طريقة استخدام زيت الرمان للشعر: انت هتستخدمي بقى الزيت ده على الشعر، مش لازم يكون مغسول، بس لازم يكون خالي تماما من اي زيوت او كريمات عشان يستفيد كويس جدا بمكونات الزيت. بعد كده بقى تاخدي جزء صغير من الزيت وتحطيه على فروة الراس، وتبتدي بقى تدلكيه بأطراف أصابع ايديكي لمدة 3 أو 4 دقايق. وخطوة التدليك دي بتكون مهمة جدا عشان فروة الراس تستفيد كويس جدا بكل مكوناته. بعد كده بقى تاخدي كمية من الزيت وتغطي بيها كامل الشعر كمية خفيفة، وتركزي بقى على الأماكن كمان اللي موجود فيها شعر أبيض أو موجود فيها الشيب، بتدهنيها بقى كويس جدا. بعد كده بقى بتلف الشعر وتغطيه بكيس بلاستيك أو بلاستيك غذائي، وبتسيبي الزيت ده بقى على الشعر من ساعة لغاية ساعتين، وبعد كده بتغسليه عادي بطريقتك العادية بالشامبو. هتداومي بقى على استخدام زيت الرمان للشعر بنفس الطريقة دي من مرة لمرتين بس في الأسبوع هتكون كافية جدا. ولو شعرك جاف قوي يعني ممكن تستخدميها 3 مرات في الأسبوع أو حتى 4 مرات، بيكون مفيد جدا للشعر. الطريقة دي كمان بتكون مناسبة جدا لشعر الأطفال، لأن الزيت ده مكوناته طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام على شعر الأطفال وكمان على فروة الراس. الزيت ده بقى فوق ان هو بيكون حل سحري لجميع مشاكل الشعر، هو كمان بيكون فيه ميزة حلوة جدا انه بيكون علاج فعال لشيب الشعر. تقدري بقى تركزي على الأماكن اللي موجود فيها شعر أبيض وتغطيها كويس جدا بزيت الرمان، بيكون علاج فعال وتغطية الشيب والشعر الأبيض. كمان ميزة مهمة جدا ان الشعر الجديد بقى اللي هينمو مش هيبقى لونه أبيض، هو بيغمق لون الشعر الجديد، يعني بيقضي نهائيا على شيب الشعر. وبكده هنكون بمكون كلنا بنرميه وهو قشور الرمان،
وده بيكون كنز رباني من الفوايد. عملنا منه زيت بأقل تكلفة، هيكون من أروع الزيوت اللي ممكن تستخدميها. لو جربتي نتائجه على بشرتك وكمان على شعرك مش هتستغني عنه أبدا. هيحافظ على بشرتك دايما تكون شابة ونضرة، وكمان بيبيضها جدا، وبيكون مورد طبيعي للبشرة. فوق كده كمان هو بيعالج تساقط الشعر وبيقوي بصيلات الشعر، وبيديله ترطيب ولمعان ونعومة. وكمان ميزة مهمة جدا انه بيعالج شيب الشعر، يعني بيكون كنز من الفوائد. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.